السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. وصفتنا النهاردة خلية النحل هعملها معاكم بعجينة هشة وقطنية جدا. هتعتمد العجينة دي مع أي مخبوزات معاكي من بساطتها وسهولتها. هقولك ازاي العجينة تكون معاكي هشة وطرية بالشكل ده. فيلا بينا نشوف الطريقة، توكلنا على الله. معايا كوب من الحليب الساخن، هنزل عليه بمعلقة كبيرة من الخل. عايزة اقول لكم الخطوة دي من اسرار ان العجينة تكون هشة وطرية جدا معاكي. هتقلبيها كويس وتسيبيه على جنب لحد ما يبقى الحليب ده دافي معاكي. معايا 2 كوب ونص من الدقيق، حوالي 310 جرام. هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. لو تلاحظوا المعلقة مش مليانة قوي، لكن لو هتستخدمي نص كيلو من الدقيق بتبقى المعلقة هرمية معاكي. نزلت ب2 معلقة كبيرة من السكر، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، رشة بسيطة من الملح، طرف المعلقة كده. هتقلبي المواد الجافة مع بعضها كويس. بعد كده هتنزلي بالحليب اللي احنا كنا محضرينه، بس الأول لازم تتأكدي ان الحليب دافي مش ساخن. لو نزلت بالحليب ساخن هيبطل مفعول الخميرة. شايفين شكله؟ هو ده فايدة إضافة الخل على الحليب الساخن، بيخلي اللبن يقطع كأنك مستخدمة زبادي أو لبن رايب بالظبط. هتنزلي عليهم بربع كوب من الزيت. انا النهارده عامله بابسط المكونات، تقدري تستخدمي زبده او سمنه زي ما تحبي. هتبتدي تلمي العجينه وتعجني فيها مش اقل من 5 دقايق. انا بحب الم بالسباتولا الاول وبعد كده بعجن بايدي. لو حسيتي ان العجينه محتاجه ميه ممكن تحتاج معاكي معلقه كمان من الميه، هتختلف معاكي حسب نوع الدقيق. بتفضلي تعجني لحد ما تلاقي كده العجينه بقت طريه معاكي، وما بقاش فيه عجينه في ايديكي خالص والعجينه لمت من ايديكي. بمعنى ان انت في اول وانت بتعجني بتبقى ايديكي ملزقه بالدقيق والميه، لكن في الاخر بتلاقي ايديكي بقت نظيفه وما بقاش فيها عجين خالص. شايفين العجينه طريه ازاي؟ هو ده القوام المظبوط. هتكوريها وتسيبيها في البوله وتدهني وشها اهم حاجه بالزيت وتغطيها كويس وتسيبيها لحد ما تخمر وتضاعف حجمها. لو في الشتاء ممكن تاخد معاكي وقت حوالي ساعة، ولو في الصيف في نص ساعة تلاقيها خمرت وتضاعفت حجمها. معايا 200 جرام من العجوة، هنزل عليهم بمعلقة صغيرة ونص كده من السمنة. هتعجني فيهم علشان تبقى طرية معاكي خالص. طب العجوة لو ناشفة معاكي، طبعا في الشتاء احنا ساعات طبعا الحاجة بتنشف مننا، على النار بس هترفعيها لحد ما تطرى معاكي هتلاقيها طريت على طول. فايدة إضافة السمنة للعجوة، حتى لو العجوة بتكون معاكي طرية خالص لازم تضيفي لها سمنة علشان تفضل العجوة طرية معاكي في المخبوزات ما تنشفش منك. هتقسميها لكور صغيرة متساوية الحجم. الكورة هتكون وزنها 7-8 جرام، ما تكبريش عن كده. أنا بصراحة بحب أوزن الحاجة عشان أقول لكم الحاجة تكون معلومة دقيقة، لكن لو انتي بتعمليها بدون ميزان يعني حاولي تصغري ما تكبريش. هتغطيها كويس علشان ما تنشفش منك. العجينة خمرت وحجمها تضاعف معانا بالشكل ده. هتخرجي منها الهواء. هتحضري العجوة وتحضري الصينية. انا هستخدم صينية مقاس 23. هتدهنيها كويس بالزبدة علشان ما تلزقش منك من تحت. هتبتدي تقسمي العجينة. ممكن تقسمي العجينة القطع الاول وبعد كده تحشي، او تاخدي قطعة قطعة زي ما انا بعمل كده وتحشيها في وقتها. بالنسبة لحجم العجينة تبقى ضعف حجم الكورة العجوة أو الحشو عامة. لو عايزين بالوزن يعني زي ما اتفقنا، العجوة كانت 7-8 جرام، العجينة كانت 17-18 جرام، يعني أكتر من الضعف كمان. أهم حاجة إن انتي بتحشيها كويس وبتقفليها من تحت وتكوريها بالشكل ده. وطبعا تقدري تتحكمي في الحجم براحتك، يعني انت ممكن تعملي خلية النحل حجم الكور بتاعتها اكبر من كده، تبقى الحشوة اكبر من كده والعجينة نفسها اكبر من كده زي ما تحبي. عايزاكم تلاحظوا كويس ازاي بنكورها وبنقفلها من تحت. يعني الاول احنا بنفرد العجينة بشكل بسيط وبعد كده بنحشيها الحشوة وتقفليها كويس وتأكدي ان هي اتقفلت من تحت كويس وبتكوريها. عايزينها تاخد شكل الكورة كده ويبقى شكلها منظم. ولما بترصيها في الصينية بترصيهم جنب بعض علشان لما يخمروا يلزقوا في بعض ويدونا شكل خلية النحل. ده شكلها بعد ما خلصت الكمية كلها. هغطيها واسيبها ترتاح في مكان دافي لحد ما تخمر وتضاعف حجمها. هتاخد معاكي من نص ساعة لساعة حسب الجو عندك. اهم حاجة ان انتي تسيبيها تخمر وتاخد وقتها خالص علشان تاخدي نتيجة ممتازة. هدهن وشها بالحليب بالشكل ده. الحليب هيخلي وشها طري جدا معاكي وياخد لون، والسمسم اللي هنرشه عليها يلزق بكل سهولة. تقدري طبعا تدهني وشها بصفار بيضة مع معلقة حليب، بس الحليب بس هيديكي نفس النتيجة، وخاصة كمان ان احنا لسه هنرش على وشها سمسم. ممكن ترشيها بحبة بركة كمان مع السمسم، بس انا اكتفيت بالسمسم. بالنسبة للتسوية، في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200. هتسيبيها في الرف الأوسط، بتكوني مشغلة فرن فقط. هتاخد معاكي وقت ربع ساعة تلت ساعة بالكتير. عايزة اقولكم انا محتاجتش افتح عليها الشواية، اخدت اللون الجميل ده بدون ما افتح عليها الشواية. بس لو لقيتيها احمرت من الجوانب ومن تحت ولسه ما خدتش وش، هتفتحي عليها الشواية اخر دقيقة. اللي يساعدك ان المخبوزات تاخد لون حلو من فوق ومن تحت وتستوي كويس جدا
ان الفرن يكون ساخن فتره طويله، بحيث ان انت تكوني مثلا فاتحاه قبليها بربع ساعه قبل ما تبتدي التسويه. هدهن وشها زبده بالشكل ده، بيديله لمعان وطعم وريحه خطيره. بعد كده هتغطيها وتسيبيها كده لمده 10 دقايق علشان تفضل معاكي طريه لاخر قطعه. غطيتها بكيس الاول قبل الفوطه، لان لو كنت غطيتها بفوطه على طول كانت هتشرب الزبده. خلية النحل طالعه هشه وطريه جدا، مهما اوصفلكوا بجد لازم تجربوها. من كتر ما هي طرية وهشة بقطعها وانا خايفة بصراحة عليها، بجد خطيرة خطيرة. عايزة اقول لكم اول واحدة دي اتقطعت مني من الشوكة، بس هعمل لكم واحدة تانية. عايزاكم تلاحظوا العجينة قد ايه هشة واسفنجية، والحشوة بجد مظبوطة مع العجينة. شايفين حجمها من جوه عامل ازاي؟ العجينة دي بجد عجينة سحرية، تقدري تعملي بيها اي مخبوزات بتحبيها. اتمنى تجربوا خلية النحل بالطريقة وبالعجينة السحرية الخطيرة دي. أسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.